لقد مزقت الضربة اللحم وانتزعت تقريبا الرغام من الحنجرة. إنها تقنية قاتلة. هذه هي ضربة مخلب النمر. يمكن أن نراها بالرسم التحليلي من الداخل للخارج. يشد مقاتلو مخلب النمر في الواقع أطراف أصابعهم ويضربون على الأجسام القاسية بشكل متكرر، ومع الوقت يسبب هذا كسورا في عظام أصابع المقاتلين وتسمى كسورا ثانوية. تقوم بعدها خلايا بناء العظم بتجبير تلك الكسور الثانوية من خلال إضافة المزيد من الكالسيوم على الطبقة الخارجية للعظم، فتجعلها أقسى وأكثر كثافة. هذا التدريب يفيد أيضا في رفع عتبة الشعور بالألم في الجهاز العصبي للأصابع، ويجعلها أعلى من الحد الطبيعي من خلال الإشارات التي ترسلها للدماغ. من أجل تنفيذ ضربة مخلب النمر يجب أن تكون الأصابع صلبة مثل المخلب، لأنه لا يوجد عضلات بالأصابع ومعظم العمل تقوم به الذراع. ومن خلال التمرين المناسب يمكن للأصابع أن تمزق اللحم تماما كما تفعل مخالب النمر.